أهلا وسهلا فيكم متابعيني على قناتي بوصفة جديدة. وصفتنا اليوم هي وصفة سهلة وسريعة ولذيذة، هي وصفة الأزمات. إن كان جايك ضيوف فجأة وإنك محضرة حالك، هيدي وصفة سهلة وسريعة، مكوناتها موجودة بالبيت. أولا رح أقشر البطاطا وأغسلها وأقطعها دوائر بهيدي السماكة. متابعين، إن كنتم جداد على هيدي القناة وأول مرة بتشوفوها، يا ريت تضغطوا زر الإعجاب وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس. هون عندي زيت حامي، بقلي البطاطا فيه نصف قلي أو نصف استواء، كرمال ما تاخد وقت معنا كتير على النار وقت بدنا نحضرها. ممكن بصل أخضر أو بصل يابس مفروم ناعم، بقدونس مفروم ناعم، ومن بعدها البندورة رح قطعها شرائح. القسم اللي بضل باخر البندورة رح نحضره بطريقة تانية. هنعصر الطماطم او حنبرشها كرمال ما تطلع معنا قصانية والبطاطا كتير ناشفة. هلا عندي اللحمة مفرومة، حبيت يكون فيها شوية دهن، ضفت عليها 7 بهارات، زنجبيل وملح حسب الرغبة، واكيد ضفت عليها البقدونس والبصل. هخلطهم كتير منيح. إن كنتي انتي عم تستعملي اللحمة كتير ناعمة فما في داعي تضيفي عليها اي اضافات. انا هون عندي اللحمة خشنة شوي، وضفت عليها ملعقة صغيرة من الطحين كرمال تتماسك معنا وما تفتح. هحط على ايدي شوية مي، هشكلها كرات صغيرة بهذا الحجم كرمال كمان ما تطول معنا وقت الاستواء. إن كانت عندك اللحمة ناعمة ممكن تحطي اللحمة فوق البطاطا وترقيها رقم، ما في داعي تعمليها كرات، لكن هيدا شكل جديد. هون البطاطا استوت عندي نصف استواء، حطيت شوية سمنة بالصينية، صفيت البطاطا، حطيت البندورة بالشكل اللي بتحبوه. هون ضفت كرات اللحمة. بالنسبة لطريقة الطبخ أو الاستواء، ممكن نحطها بالفرن من تحت وبس تستوى نصف الاستواء بنشغل الفرن من فوق لتتحمر وتاخد معنا لون حلو، وممكن نغطيها ونحطها على الغاز هيك وتطلع ناشفة، ممكن أبدا. أنا هون ضفت عليها فليفلة خضراء، هذا الشي اختياري. في ناس بيحبوا يضيفوا شرائح من البصل أو دوائر بصل أو جوانح. البندورة اللي عصرناها أو برشناها حضيف عليها ملعقة صلصة طماطم، 7 بهارات وملح، حضيف عليهم شوية مي، حطهم فوق الصينية كرمال يكون عنا صوص طيب ومنه ناشف. هون بعد ما حضرت صلصة الطماطم رح احطها فوق الصينية، ومن بعدها رح ادخلها الفرن او نحطها على الغاز وقلب صحتين وهنا. بتمنى تجربوا هيدي الوصفة وتعجبكم، واعطوني رأيكم بالتعليقات. لا تنسوا ضغط زر الاعجاب والاشتراك. الى اللقاء بفيديو جديد.